القضية ممكن. أفشة يصور إعلانا تلفزيونيا بعد نهاء القرن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وخبر جديد. في البداية بعد إذنك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. قام محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصوير إعلانا تلفزيونيا خلال اليومين الماضيين بعد تألقه في نهائي القرن أمام الزمالك، والذي أقيم في 27 من الشهر الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي. وكشف مصدر مطلع أنه ينتظر أن يظهر الإعلان التلفزيوني خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منه، والذي يهدف في فكرته العامة إلى هدفه القاتل في مرمى الزمالك وتألقه اللافت للنظر في الفترة الماضية وقيادة المارد الأحمر لاستعادة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن النادي منذ عام 2013، بجانب الضجة الكبيرة التي أحدثها اللاعب عقب نهائي القرن. وتألق محمد مجدي أفشة مع الأهلي في نهائي القرن وسجل هدف الفوز القاتل على الزمالك في الدقيقة 86 من زمن المباراة التي كانت تسير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يطلق أفشة تسديدة قوية على يسار محمد أبو جبل حارس الزمالك سكنت الشباك البيضاء وأعلنت فوز المارد الأحمر وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وخطف لاعب وسط الأهلي البساط من كل نجوم نهائي القرن بعد تسجيل الهدف القاتل، خاصة بعد تعليق القضية ممكن، وهي الجملة التي قالها عصام الشوالي معلق المباراة والتي انتشرت بصورة كبيرة ورسخت بأذهان محبي وعشاق النادي الأهلي منذ انتهاء المباراة. في نهاية الفيديو لو قدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.